طيب نهاية خلينا نعرف ايه هو نظام الساعات المعتمدة. نظام الساعات المعتمدة ده بيقولك ان انت كل مادة انت بتسجلها ليها عدد ساعات معين. يعني مثلا هنا في ليفل 0 خلينا نشوف دي كده الخريطة الاسترشادية لمثلا قسم زي قسم اتصالات. هنا في ليفل 0 اللي هو اعدادي هتلاقي ان مثلا مادة زي الرياضة ليها ساعات معتمدة، هي بتكون ليها 3 ساعات. مادة زي الميكانيكا برضو ب3 ساعات. هتلاقي مثلا مادة زي الانتاج او مبادئ هندسة التصنيع بساعتين. هتلاقي مادة زي الانجليزي بساعة. فهتلاقي مجموع الساعات 17 ساعة. الترم التاني برضه هتلاقي نفس الكلام، هتلاقي ليه شوية مواد، وهتلاقي قدام كل مادة عدد الساعات بتاعتها. طيب، وهتلاقي بقى في ليفل 1 برضه في اتصالات في سنة أولى هتلاقيهم برضه بياخدوا شوية مواد، وقدام كل مادة عدد الساعات بتاعتها. هنا برضه في الترم التاني نفس الكلام. طيب، مجموع بقى المواد دي كلها لو أنا جمعت المواد من أول ليفل 0 لحد ليفل 4 هتلاقي إن هم 165 ساعة. هتلاقيني اهو كاتبها لك فوق ان هم 165 ساعة. فانا عشان اتخرج من الكلية ويتقال عليا مهندس لازم اتخرج واكون ناجح في 165 دول، 165 ساعة دول كلهم. طيب، ادينا عرفنا ايه هو موضوع الساعات. طب انت كل ترم بيكون مفتوح لك كام ساعة ينفع تسجلهم؟ اولا يعني ايه تسجيل؟ تسجيل يعني انا مثلا هنا جيت، انا هنا في اول ترم انا ما قداميش اختيارات يعتبر. تمام، فاحنا كلنا هنكون مسجلين شويه المواد دول. فهو الدكتور او المنسق بتاع القسم هو هتلاقيه مسجل للدفعه كلها المواد دي بشكل تلقائي. بس نفترض ان انا في الترم التاني هلاقي بقى ان انا اللي محتاج اسجل لنفسي. ليه؟ لان انا مثلا راجل شلت مثلا لا قدر الله ماده رياضه واحد، فماده رياضه اتنين دي مش هتبقى مفتوحه لي. فانا ساعتها بقى ايه؟ قدام اختيار. لو مثلا رياضه واحد دي فتحت في الترم الاولاني، فانا هيكون قدامي اختيار ان انا اسجل رياضه واحد مثلا في الترم الثاني او ما اسجلهاش. فبالتالي انت هنا جالك اختيارات، فانت ساعتها انت اللي هتسجل المواد بنفسك. هنلاقي برضو ان في الاقسام هنا هنلاقي ان كل ترم بيكون عندي مواد اختياريه او مقرر اختياري واحد مقرر اختياري اتنين. فانا برضو قدامي اختيارات، انا اسجل الماده دي او اسجل الماده دي مكانها، وهكذا. فكل ما يبقى عندك اختيارات كل ما هتلاقي ان انت محتاج انت اللي تسجل لنفسك. فهو ده موضوع التسجيل، ان انت بتسجل المواد. طيب، فانا هيبقى متاح لي ان انا اسجل كام ساعه في الترم؟ اولا لو انا الجي بي اي بتاعي او المعدل التراكمي بتاعي تحت الاتنين، فانا هيكون متاح لي ان انا اسجل 12 ساعه. لو انا الجي بي اي بتاعي ما بين الاتنين والتلاته هيكون متاح لي ان انا اسجل 18 ساعه. لو انا الجي بي اي بتاعي فوق التلاته هيكون متاح لي ان انا اسجل 21 ساعه. طيب، عشان كده تلاقي ان ناس تقول لك انت ممكن تاخد هندسه في اقل من 5 سنين. ليه؟ لان انا لو فضلت كل ترم اجيب جي بي اي اعلى من التلاته واسجل ال 21 ساعه دي، يعني انا كده هكون سابق زمايلي في عدد الساعات، فانا ممكن اخلص الكليه قبلهم. هتلاقي برضو في ترم اسمه الترم الصيفي او السمر كورس. الترم الصيفي ده برضو لو انت الجي بي اي بتاعك تحت التلاته تقدر تسجل فيه 6 ساعات. لو انت الجي بي اي بتاعك فوق التلاته تقدر تسجل في فوق هتقدر تسجل فيه 9 ساعات. طيب، فبرضه لو انت حتى شايل مواد او مش شايل مواد فانت تقدر تاخد مواد من الترم الجاي. تمام، فانت ممكن تسجل عدد ساعات اكتر. يعني مثلا هنا الترم مثلا اول ترم في اتصالات كان 17 ساعة، بس انا مثلا الجي بي اي بتاعي فوق التلاتة، فانا اقدر اسجل 21 ساعة. فانا اقدر اسجل مواد اكتر من المواد اللي موجودة في الترم العادي، وابقى مسجل مواد اكتر من زمايلي، وابقى يعني عدد الساعات بتاعتي اكتر من 17 ساعة. ممكن برضو لو انا خلصت ليفل 1 ده وداخل على ليفل 2 والسمر كورس فتح، سوري خلينا نعمل زوم ان، السمر كورس فتح، فانا ممكن برضو اقدر اخد مواد من ليفل 2 في السمر كورس بتاعي. لو انا الجي بي اي بتاعي اقل من 3 اسجل 6 ساعات، لو انا الجي بي اي بتاعي فوق ال3 اسجل 9 ساعات. فبرضو ده بيزود فرصة ان انا اخلص هندسة في اكتر من في اقل من 5 سنين، سوري. طيب، عندنا برضو نظام اسمه نظام التحسين. نظام التحسين ده ان انت سجلت مادة وجبت فيها جي بي اي، بس الجي بي اي بتاعك في المادة دي مش عاجبك، فانت تقدر تسجل المادة دي مرة تانية وتحسن الجي بي اي بتاعك. طبعا الموضوع ده زمان، انت بعد التحسين لو جبت جي بي اي اعلى من الجي بي اي بتاعك تقدر تحول لقسم مختلف. طبعا لو الجي بي اي بتاعك يعني متناسب مع الجي بي اي بتاع القسم دوت.
بس للاسف الموضوع ده اتقفل دلوقتي. بس كده، واتمنى ان مجموعه الفيديوهات دي تكون فادتكم.